أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي، القناة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. إحنا بناخدك من البداية للاحتراف، بنخليك تتعلم كل الجمل الجاهزة اللي ممكن تقولها في حياتك وفي كل المواضيع. ومش موضوع واحد ولا حلقة ولا 2، لأ، إحنا بنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان ناخدك فيه من البداية للاحتراف. تابع معانا الفيديوهات كل يوم، ووعد مننا هنخليك تتكلم بطلاقة. جرب وشوف بنفسك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة حلقتنا عن التعامل داخل الجامعة، وإزاي تعبر عن الجمل اللي هتستخدمها في الكلية بسهولة. The professor gave us homework. معناها بالعربي الأستاذ ادانا واجب. البروفيسور يعني الأستاذ الجامعي. لو هنشرح أكتر، البروفيسور هو الشخص اللي بيدرس في الجامعة أو الكلية، ودوره مش بس التدريس، كمان ممكن يكون بيعمل أبحاث أو بيشرف على طلاب. gave us homework يعني ادانا واجب. فالجملة كلها The professor gave us homework معناها الأستاذ ادانا واجب، يعني بعد المحاضرة طلب مننا نعمل حاجة في البيت. The professor gave us homework. ممكن نقول The teacher assigned us homework. ده بديل بنفس المعنى. ونقول بالجامعة غالباً يستخدموا professor، والتانية ممكن تنفع في الجامعة أو المدرسة، يعني الأستاذ أو المعلم ادانا واجب. كلمة teacher يعني المعلم أو الأستاذ، وكلمة assigned us معناها كلفنا أو ادانا مهمة نعملها. فالجملة كلها معناها إن المعلم طلب مننا نعمل واجب أو مهمة. assigned هو الفعل الماضي من assign، وassign يعني يكلف أو يحدد مهمة أو واجب لحد. فكده assigned us يعني كلفنا أو ادانا حاجة نعملها. We got an assignment today معناها إحنا خدنا واجب النهاردة، يعني حد كلفنا بمهمة نعملها. والتركيب هنا إن we يعني إحنا، وgot يعني حصلنا أو خدنا، وان assignment يعني مهمة أو واجب. فكلها بتعبر عن نفس الفكرة. He is my classmate. الجملة معناها هو زميلي في الفصل. He is معناها هو يكون، وmy classmate معناها زميلي في الفصل، يعني الجملة كلها هو زميلي في الفصل. الجملة we are in the same class بتعني إحنا في نفس الفصل. الجملة ممكن تتقال بطريقة مختلفة، زي we are in the same class اللي معناها إحنا في نفس الفصل. والبديل التاني we study together معناها إحنا بنذاكر مع بعض. كل الطرق دي بتدي نفس المعنى، إن الشخص ده زميلك. الجملة الأولى we are in the same class. we يعني إحنا، are فعل مساعد بمعنى نكون، و in the same class يعني في نفس الفصل. فكلها معناها إحنا في نفس الفصل. أما we study together we يعني إحنا، study يعني نذاكر، together يعني مع بعض. فالجملة معناها إحنا بنذاكر مع بعض. كل واحدة بتعبر عن إن الشخص ده زميلك. Tuition fees are expensive معناها بالعربي مصروفات الدراسة غالية. والتركيب هو tuition fees يعني مصروفات الدراسة، are فعل مساعد بمعنى تكون، expensive يعني غالية. فالجملة بتوصف إن التكاليف عالية. الجملة ممكن تتقال بشكل مختلف، زي the fees are too high. بدل ما نقول tuition fees ممكن نختصرها ونقول fees بس. الجملة ممكن نقولها بطريقة تانية، زي the fees are too high. الجملة دي معناها إن المصاريف عالية جدا. والتركيب the fees يعني المصاريف، are فعل مساعد بمعنى تكون، too high يعني عالية جدا. فالمعنى في الآخر هو إن التكاليف مرتفعة جدا. ممكن نختصرها ونقول fees بدل tuition fees، والاتنين مفهومين حسب السياق. لكن tuition fees أكتر تحديداً لأنها خاصة بمصاريف الدراسة. أما fees بشكل عام ممكن تشمل أي مصاريف تانية.
الجملة education isn't cheap معناها التعليم مش رخيص، والتركيب هنا education يعني التعليم أو الدراسة، وisn't يعني ليس أو مش، وcheap يعني رخيص. فالجملة بتعبر عن إن التعليم بيكلف كتير ومش حاجة رخيصة. الجملة I got a scholarship معناها أنا حصلت على منحة دراسية. التركيب هنا هو I يعني أنا، وgot يعني حصلت على، وa scholarship يعني منحة دراسية. المنحة الدراسية هي مبلغ أو دعم بيتقدم لطالب عشان يكمل دراسته. I received a grant معناها أنا حصلت على منحة مالية. التركيب هو I يعني أنا، وريسيفد يعني استلمت أو حصلت على، وأجرانت يعني منحة مالية وغالباً بتكون لدعم الطالب مادياً. باختصار جرانت هي مساعدة مالية مش لازم الطالب يرجعها، يعني زي منحة مالية للدراسة. في فرق بسيط، scholarship عادة بتكون منحة بتتقدم للطالب عشان تفوقه الأكاديمي أو الرياضي مثلاً، يعني غالباً مرتبطة بالأداء الدراسي. أما جرانت فهي منحة مالية ممكن تتقدم لسبب مختلف زي الحاجة المادية أو لدعم معين، ومش دايماً مرتبطة بالتفوق الدراسي. يعني الجملة I was awarded a scholarship معناها أنا تم منحي منحة دراسية. التركيب هو I يعني أنا، و was awarded يعني تم منحي أو حصلت على، و a scholarship يعني منحة دراسية. بكده الجملة معناها إنك أخدت منحة دراسية جايزة أو مكافأة. الجملة I was awarded بتستخدم was مع التصريف الثالث awarded، ده زمن الماضي المبني للمجهول. فهنا التركيز على إنك تم منح المنحة من طرف جهة معينة، مش إنك أخدتها بنفسك. لو قلنا I got فده زمن ماضي بسيط وفيه فاعل معروف هو أنت اللي حصلت على المنحة. بالتالي I was awarded بتركز على الفعل نفسه وإن المنحة دي اتمنحت لك من حد تاني. أما I got فبتركز على إنك أنت اللي أخدت المنحة بشكل مباشر. جملة We have a group presentation معناها إحنا عندنا عرض تقديمي جماعي. التركيب هو We يعني إحنا، وhave يعني عندنا أو نملك، وجروب presentation يعني عرض تقديمي بيقدموا مجموعة مع بعض. الجملة دي بتوضح إن في نشاط جماعي للعرض وغالباً يكون في الفصل أو في الجامعة، يعني كلكم هتشاركوا في تقديمه. الجملة إن we are presenting together معناها إحنا بنقدم العرض مع بعض. التركيب هنا we يعني إحنا، و are presenting يعني بنقدم أو بنعرض حالياً، و together يعني مع بعض. فبنفس المعنى إن في عرض مشترك بتقدموه كمجموعة. الجملة دي بتعبر عن إنكم بتقدموا العرض دلوقتي أو في الوقت الحالي، يعني التركيز هنا على اللحظة اللي انتوا فيها دلوقتي. أما لو قلنا we have a group presentation فده معناه إن في عرض جماعي مقرر في المستقبل، لكن مش بالضرورة دلوقتي. a team presentation معناها ده عرض تقديمي لفريق. التركيب هو it's يعني انتوا أو ده، و a team يعني فريق، و presentation يعني عرض تقديمي. الجملة دي بتركز على إن العرض بيتقدم كمجموعة أو فريق مش فردي، يعني التركيز على العمل الجماعي في العرض. It's a team presentation و it's a group presentation الاتنين قريبين من بعض في المعنى. الفرق إن team بتركز أكتر على إنكم كفريق متعاونين مع بعض، أما group فهي بتوصف مجموعة بشكل عام. يعني في الحالتين المعنى إن العرض بيتم بشكل جماعي، لكن كلمة تيم بتدي إحساس إن في تعاون وتناغم أكتر بين أعضاء الفريق. She earned her degree in biology معناها بالعربي هي حصلت على شهادتها في علم الأحياء. أما التركيب she يعني هي، و earned يعني حصلت أو اكتسبت، و her degree يعني شهادتها، و in biology يعني في علم الأحياء. يعني الجملة كلها بتقول إنها حصلت على الشهادة في التخصص ده. كلمة earned معناها إن الشخص حصل على الشهادة أو الدرجة العلمية بمجهوده وتعبه، يعني مش مجرد إن حد أعطاها له،
لكن هي اجتهدت لحد ما حصلت عليها. أما كلمة ديجري فدي بتتقال عن الشهادة اللي بتاخدها من الجامعة أو الكلية، زي البكالوريوس أو الماجستير. فهنا استخدمنا ديجري عشان نقول إنها حصلت على شهادة علمية في مجال الأحياء. She graduated with a biology degree، معناها هي اتخرجت ومعاها شهادة في علم الأحياء. التركيب she يعني هي، وgraduated يعني اتخرجت، with a biology degree تعني إنها حصلت على شهادة في علم الأحياء. يعني الطريقة دي بتعبر عن نفس الفكرة، لكنها بتركز على فعل التخرج نفسه. She studied biology at university، معناها هي درست علم الأحياء في الجامعة. التركيب she يعني هي، وstudied يعني درست، وbiology يعني علم الأحياء، وat university يعني في الجامعة. فالجملة دي بتركز على إنها درست التخصص ده في الجامعة، لكن مش بالضرورة تكون خلصته أو حصلت على الشهادة. يعني التركيز هنا على فعل الدراسة نفسه. الجملة I failed the exam معناها أنا رسبت في الامتحان. التركيب I يعني أنا، وfailed يعني رسبت أو معدتش، وthe exam يعني الامتحان. الجملة بتوضح إن الشخص ما قدرش يعدي الامتحان ونتيجته كانت الرسوب. بالنسبة للبديل الأول I didn't pass معناها أنا ما عدتش. التركيب I يعني أنا، و didn't هي النفي في الماضي، وpass يعني أنجح أو أعدي. أما البديل الثاني I couldn't make it معناها أنا ما قدرتش أعديها. التركيب هنا I يعني أنا، و couldn't يعني لم أستطع، و make it يعني أنجح أو أحقق المطلوب. الاتنين بيدوا نفس المعنى إن الشخص ما نجحش في الامتحان، لكن بأساليب مختلفة في التعبير. أهم حاجة إن الكل يجتهد ويستعد كويس، وإن شاء الله كله ينجح ويعدي الامتحان بسهولة. يعني طول ما أنت بتذاكر وبتحاول أكيد النجاح هيبقى قريب. إحنا ما خلصناش الجمل، لكن هنكمل على الجمل في الحلقات الجاية، وناخد دلوقتي شوية مفردات هتفيدنا في الحلقة. presentation 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 يعني عرض تقديمي، زي لما حد بيشرح موضوع معين قدام ناس تانية. الكلمة اللي بعدها degree degree معناها بالعربي درجة علمية أو مؤهل، زي البكالوريوس أو الماجستير. الكلمة اللي بعدها credit hours credit hours معناها بالعربي ساعات معتمدة، دي عدد الساعات الدراسية اللي بتتحسب لكل مادة. الكلمة اللي بعدها syllabus syllabus معناها بالعربي المنهج الدراسي أو خطة المادة، فيها كل المواضيع اللي هتتشرح في الكورس. الكلمة اللي بعدها exam exam معناها بالعربي امتحان أو اختبار لتقييم مدى فهم الطالب. الكلمة الأخيرة هي cheat غش معناها بالعربي الغش، يعني لما حد ما يلتزمش بالقواعد أو ياخد طريق مختصر مش مسموح علشان يوصل لنتيجة. خلصت حلقتنا، أشوفكم الحلقة الجاية مع جمل ومفردات جديدة. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.